إليه ويقول يا تارك الصلاة جاحدا لكأني بك لا تؤكل ولا تجالس ولا تعاد في مرضك ولا تزار في بيتك ولا تغسل ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين. يا تارك الصلاة جاحدا إذا رفعت اللقمة إلى فيك انتبه انتبهي. أكرر، ليس بالحديث القدسي وليس بالحديث النبوي، فلنتنبه. صحح اليوم المعلومات أهو. يا تارك الصلاة جاحدا، رؤى لإمام من أئمة السلف، يا تارك الصلاة جاحدا إذا رفعت اللقمة إلى فيك لكأني باللقمة تقول بلسان الحال يا عدو الله تأكل رزق الله ولا تؤدي فرائضه. يا سلام، يعني ما تيجي تشتري اللقمة كده وعايز تاكلها، انت خلاص فرحان معزوم بتاع جايلك كفتة كباب لحمة وقاعد منسجم وكذا، لا تقوم اللقمة تقول لك بلسان الحال يا عدو الله انت بتاكل الرزق بتاع ربنا اللي هو رزقه لك وما بتعبدوش، انت مش بتستحي؟ استحي. إذا رفعت اللقمة إلى فيه قالت لك اللقمة يا عدو الله تأكل رزق الله ولا تؤدي فرائضه. يا عدو الله إذا لبست ثوبك قال لك الثوب بلسان الحال والله لولا أن سخرني الله لك لفررت منك. ثوب يقول لك بلسان الحال والله لو ربنا مسخرني إنك تلبسني كده فرت منك. ليه؟ لأنك خلاص مرتد، انت كافر، انت مش مسلم، غضبة لله جل وعلا. يا تارك الصلاة إذا خرجت من بيتك كأني ببيتك يقول لك بلسان الحال لاتبعك الله في أثرك ولا ردك إلى أهلك ولا جعلك سالما. تارك الصلاة جاحدا يموت كافرا وكذلك يبعث. ولذلك رجعت إلى قول الإمام ابن القيم رحمه الله، نقل ذلك عن حديث في مسند أحمد صحح المعنى صحيح، لكن السند غير صحيح، الحديث ضعيف، أنا بقوله ضعيف وذا خذها مني بلسان الحال. لكأني بالبحر ينادي كل يوم يا رب دعني أغرق ولد آدم لأنه أكل رزقك وترك فرضك، وتقول السماء يا رب دعني أنطبق على بني آدم لأنه أكل رزقك وترك فرضك، وتقول النار يا رب دعني أحرق ولد آدم لأنه أكل رزقك وترك فرضك، وتقول البحار يا رب دعنا نغرق ولد آدم لأنه أكل رزقك وترك فرضك. وذكر صاحب كتاب المصباح ينادي مناد بلسان الحال، ليس بحديث مرفوع على الإطلاق بل كلام بلسان الحال، يقول ألا وإن تارك الصلاة جاحدا ممقوت وعلى غير الإسلام يموت، الجحيم مأواه والهاوية متقلبه ومثواه وهو ملعون عند الله مطرود في أرضه وسماه.